السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتغدى. انا جبت كبد وقوانص بتاع الفراخ. هنضفها واغسلها واعمل جنبها شوية مكرونة بالصلصة. الاول بشيل الدهون اللي فيها دي، عشان الصراحة بتخلي طعمها مش حلو. وبعد ما بشيل الدهون دي بقى ببتدي انقعها في مية وملح وليمون. بعد ما شلت الدهون اللي هي بتبقى في الظهر دي، برجعها بقى بالسكينة كده. هنحط شوية زيت، هحط بصلاية. البصلاية اتشوحت اهي شوية دبلت، هننزل عليها بقرن فلفل شطة حراق. ده مش ضروري، يعني الناس اللي ما بتحبش الحاجة الحارة مش لازم، بس انا بحبها. وهنزل عليهم بطماطمايه. هننزل بقى بالكبد والقوانص. هنسيبها بقى لما تنزل ميتها كده وتاخد بقى من الخضار دوت وتستوي. هنغطي عليها. هنزل بالمكرونه. المكرونه نحط لها شويه زيت، زيت مش سمنه. وده توم. التومه هتصفر اهي، هننزل عليها بعصير الطماطم. هنرش رشه ملح بكمون وفلفل اسمر. بعد ما استوت نص سوا كده، هننزل عليها بقى بملح وكمون وفلفل اسمر. ما ينفعش يتحط من البدايه علشان تستوي اسرع يعني. وطبعا شتا يعني برتقان احنا بنجيبه اللي هو البلدي ده. انا بعصره في العصاره اهي، هعصره وارجع لكم تاني. وده العصير بعد ما عملته. سلقت بندرايه صغيره وضربتها في الخلاط وحطيتها على عصير البرتقال. بتدي طعم وفايده حلوين قوي، وخصوصا للاطفال. فانا عصرت اهوت وعملت البنجرايه عليه. هي بتتسلق الاول وبعد كده بضربها في الخلاط وبحطها على العصير بعد ما بعصره. وده الشكل النهائي. دي المكرونه والكبد والقوانص والعصير. وبألف هنا وشفا. متنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه، وربنا يجازيكم خير يا رب.